لقاء حاسم بين الركراكي وسايس بقطر. التقى الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بالمدافع رومان غانم سايس لاعب نادي السد القطري بالعاصمة الدوحة، وذلك من أجل مناقشة إمكانية عودته للدفاع عن ألوان أسود الأطلس قبل انطلاق النسخة المقبلة من كأس إفريقيا المغرب 2025. وعلمتها سبورت من مصدر مطلع أن الركراكي ومساعده رشيد بن محمود اجتمعا بسايس على هامش المباراة التي جمعت نادي السد بضيفه الأهلي السعودي على أرضية ملعب جاسم بن حمد بالدوحة ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة منطقة الغرب موسم 2025 إلى 2026. وأوضح المصدر نفسه أن الركراكي أعجب بالمستوى الذي قدمه سايس خلال اللقاء رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف واحد، إذ قدم الدولي المغربي أداءً دفاعياً رفيعاً نال به إحدى أعلى التقييمات في المباراة. وأكد المصدر ذاته أن تألق سايس أمام أنظار الركراكي الذي تابع المواجهة من المدرجات قد يفتح أمامه باب العودة إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي الأول، وبالتالي إمكانية مشاركته في كأس إفريقيا المقبلة. وأضاف المصدر أن هذا اللقاء سيكون حاسماً في اتخاذ الركراكي لقراره النهائي بشأن عودة سايس إلى العرين في ظل اقتراب الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في الكان. وكان رومان سايس قد غاب عن أجواء المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة بعد فترة من التراجع مع السد القطري، غير أن استعادته لمستواه المعروف قد يعيده مجدداً إلى تشكيلة أسود الأطلس. يذكر أن سايس البالغ من العمر 35 عاماً خاض 83 مباراة دولية مع المنتخب الوطني المغربي، سجل خلالها 3 أهداف، وشارك في نسختين من كأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022، وفي 4 نسخ من كأس إفريقيا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد على قناتك. كورة برو، والسلام.